كلنا عارفين ان بيراميدز هو الفريق الافضل دلوقتي في الدوري. مين كلنا؟ اي حد غير جماهير الاهلي والزمالك. وعشان الزمالك هيلاعب بيراميدز في نص نهائي الكاس، فانا جاي اقول لك ان رغم التخبط الفني والاداري اللي في نادي الزمالك انا هكسب بيراميدز 2-1. هتقول لي يا راجل اعقل، هو في كلام زي ده يتقال؟ بيراميدز دلوقتي فرقه تقيله فشخ، بطل دوري ابطال افريقيا وبطل السوبر الافريقي، ووالله دوري السنه اللي فاتت لولا النصب اللي حصل. وعايز اقول لك ان السنه دي هو في المركز الرابع، بس متاخر عن الاهلي والزمالك وسيراميك كليوباترا المتصدر ب3 ماتشات. لو بيراميدز كسب ال3 ماتشات دول فيا باشا هيكون متصدر الدوري. فانا كنادي الزمالك عارف اني هلاعب فرقه تقيله قوي وعلى الورق يكسبني، وهي دي حلاوه الكوره، ان انا نادي الزمالك براهن على جمهوري، براهن على تيشيرتي، وبراهن على اللعيبه اللي عندها بوتنشال عالي للفرقه. يعني مثلا لعيب زي ناصر ماهر ده اللي بيمشي على سطر وبيسيب سطر، لو لعب بمستوى كويس يفرق معايا في مكسب. والكلام اللي ينطبق على ناصر ماهر ينطبق على معظم لعيبه الزمالك، الا وهي الاستمراريه. وانا اظن ان لعيبه الزمالك بتحب الماتشات دي، فعشان كده توقعت ان الزمالك هيكسب. كلامي هنا ملوش علاقه بالكوره، ليه علاقه بمشجع زملكاوي بس. والسؤال بقى ليك انت يا زملكاوي، هل انت متفائل ومتوقع انك هتكسب بيراميدز، ولا قلقان وخايف الزمالك ينكد عليك كالعاده؟ يا ريت تقول لي في الكومنتس، وبعد ما تكتب الكومنت ما تنساش تعمل لايك وفولو، والاهم من ده دعم اخواتنا اللي ما زالوا بيعانوا اشد المعاناه. كان معاك الفيرود وسلام.